اذا اصدقائي اليوم غادي نعلمك درس غتولي ناضي في لونجلي وغتبدل دوك الكلمات القدام اللي كانوا الناس كيستعملوا ولا العاديين نورمال بادفانسد. يعني انت دابا كتحاول تطلع النيفو ديالك، كتحاول تاخذ النيفو ديالك من واحد المستوى لواحد المستوى. يعني كلمات عندهم واحد المرادفات اخرين او لا عندهم واحد الطريقه باش كنقولوهم اللي احسن. اوكي باش نكونوا مختلفين على الناس. بقاو معايا. عندنا normal و advanced. اوكي so normal and advanced. عندنا meet هي انك تلاقي شي شخص. to meet you. nice to meet you. سررت بلقائك. لقاؤك. اذا to meet هذا verb هو انك تتلاقى. to meet someone. meet نقدروا نبدلوها ب catch up. قولها catch up. يمكنك استبدال meet ب catch up وهنا غادي تبان احسن. اوكي عندنا hungry. شكون يقدر يقول لي شنو كتعني hungry؟ I am hungry. انا جيد جدا جائع. انا جائع. نقدر نبدلو جائع باش starving. واعره هاد الكلمه هادي starving. 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 say it. starving. well done. اذا عندنا very happy. هذه الكل يعرفها. اوكي كل شيء كان ما كاينش اللي ما كيعرفش very happy. انا happy. انا سعيد. very happy يعني اكثر يعني سعيد بزاف. اوكي هاد very happy عندها واحد الطريقه اخرى احسن منها وزوينه نقدروا نستعملوها في الكلام ديالنا ولا في الحوار ديالنا باش كنبان عندنا نيفو باش كنختلفوا على الناس الاخرين. اوكي سو الا بغيت نقول I'm very happy نقدر نبدلها ب I'm over the moon. over O V E R. the moon. I'm over the moon. say it. قولها I'm over the moon. انا فرحان بزاف. انا جد مسرور. انا جد سعيد. قد جربها في الحياه اليوميه ديالك. خصك تقد تدخل هاد الكلمات باش تعقل عليهم. راه لو ما دخلتيش هاد الكلمات ما عمرك تعقل عليهم. تقراهم مره واحده وغيتنساو لك ولكن حاول ما امكن تبقى تستعملهم يوميا باش تبقى هذيك الكلمه مرسخه في الذهن ديالك. بقى تستعملها مثلا صبحتي الصباح لقيتي كلشي مزيان الام مزيانه الوالدين مزيانين كلشي كتقول الحمد لله I'm over the moon. انا جد سعيد. اوكي very busy شنو هي؟ I'm busy. فاش كنقول busy يعني انا مشغول. وفاش كنقول very شنو كتعني بحال قبيله جد. قبيله قلنا جد سعيد. دابا شنو هي؟ هذه مشغول وهذه جد مشغول. جيد جدا. اذا very busy. انا جد مشغول. I'm very busy right now. انا مشغول دابا. I am teaching you English. انا مشغول دابا. انا كنعلمكم اللغه الانجليزيه. I'm very busy. نقدر نبدل ديك very busy اللي كيقولها كلشي باش نبان انا different مختلف. اوكي so نقدر نقول I'm swamped. واخا تشوف الاي دي هنايا ما تنطقش swamped. no swamped. تخيلها انها كاين في الاخر تي swamped وبالزربه كتزرب عليها ما كتسمعش ديك البي. swamped تريني عليها غنتبقى تعاود الفيديو. swamped نايس. قلتيها. عرفت قلتيها. angry هي مقلق معصب. angry I am angry. انا معصب. علاش ما كتحفظوش دروسكم؟ علاش الفيديوهات القدام باقي ما طليتوش عليهم؟ علاش كتجمعوهم؟ اوكي I am angry. انا معصب مقلق دابا. اوكي I'm angry معصب. angry نقدر نقول pissed بحال قبيله ت. واخا الايدي بعض المرات كاين شي فيربس اللي كتسمع فيهم ت في الاخر. pissed off. I'm pissed off. انا مكاعي. اوكي انا كاعي. انا مقلق. I'm pissed off. عوض ما نقول I'm angry انا معصب
ام بيس اوف. واعره هذه خطيره، هذه تبقى تستعملها ديما. اوكي، وقت ما تعصب ولا يعصبك شي واحد تقول لهم بي كوايت ام بيس اوف، سكتو انا راه معصب، ام بيس اوف، تكالما تكالما. جود لاك جود لاك جود لاك هي أم، حظ سعيد باللغه العربيه كنظن. جود لاك جود لاك، حظ جيد. اوكي، جود لاك هذه معروفه، هذيك معروفه بزاف. بريك a leg، بريك هرس a leg واحد القدم. بريك a leg دابا هي راه ما كنعنيوش بها هرس قدم، هي جود لاك، ولكن المعنى ديالها جات هنايا بريك a leg، ما ديش على المعنى ديالها اللي مكتوب. هي كتعني جود لاك، حيت الا جا شي واحد ما كيعرفش اللغه الانجليزيه وكيفهم المعنى هاد الكلمات وعطيتيه بريك a leg وتقول لي شنو كتعني، يقول لك هي هرس رجل. بريك هي هرس واللاج هي قدم رجل. اذا هنايا بريك اللاج ما كتعنيش هي هرس، هي حظ جيد بطريقه مختلفه. جود لاك بريك اللاج، ما تقولش جود لاك، قول بريك اللاج احسن لك، باش كتكون كتبان ديفرنت. كما قلنا هاد الدرس هذا كامل غير باش نبانو مختلفين على الناس الاخرين. اوكي، هاري اب هاري اب هاري اب هاري اب، سربي 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 سربي. كتكون خارج وكتقول لها شي واحد طلقنا صاحبي سربي سربي. اذا ديك سربي سربي كنقولها تشوب تشوب، عوض ما نقول هاري اب هاري اب كنقول تشوب تشوب. سهله، قولها تشوب تشوب، ايزي. اذا هادو كلمات ساهلين وهادو ادفانسد شي شويه، تقدر تستعملهم باش تبان ديفرنت على الناس. اذا كان معكم وليد من قناه اونغلي بالدارجه. بطبيعه الحال الا كان كيعجبك هذا المحتوى ما تنساش تخلي لي واحد فولو او واحد المتابعه للقناه ديالكم وواحد لايك، وما تنساش تقول لي شنو بغيتي في ك فيديو قادم او كدرس قادم ان شاء الله. كان معكم وليد من قناه اونغلي بالدارجه. تشاو تشاو.